السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة وصفة مجربة ومضمونة. وصفتنا لليوم مقلوبة الفول الأخضر أو ربيعية الفول، من ألذ وأطيب الوصفات وأقربها للقلب. نكهة الفول مع الأرز طيبة وبتشهي. بتمنى منكم تجربوها تعطوني رأيكم، وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان تشوفوا كل جديد من الوصفات. ويلا نبدأ خطوة بخطوة وبسم الله. كل المقادير راح تجدوها على الشاشة وفي صندوق الوصف. في طنجرة على النار نضع فيها ما يقارب 7 ملاعق كبيرة زيت زيتون، حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة أرباع مع 3 فص ثوم. نقلبهم قليلا ونضيف فوقهم ملعقة صغيرة من كل من البهارات التالية: بهارات مشكلة، كزبرة جافة، فلفل أسود، كركم، وملعقة صغيرة ملح، 5 ورقات غار. نقلبهم لما تطلع ريحة البهارات. أضيف الدجاج. عندي دجاجة بدون جلد مقطعة 4 قطع، راح أحركها على السريع مع البهارات. ما شاء الله الروائح كثير طيبة وعطرية. نحركهم على السريع وأضيف فوقهم ماء دافئ. كمية الماء لازم تغمر الدجاج. راح أترك الدجاج لما تغلي كل هالسوائل والبهارات معاه. ساعتها راح أشيل كل الفور الموجودة على الوجه وأضيف 4 حبات جزر مقطعة دوائر. طبعا الجزر اختياري لكن كثير طيب مع الوصفة. وراح أترك الطنجرة على النار من 25 ل 30 دقيقة من بعد الغلي. ومباشرة أنتقل إلى الأرز. عندي 6 أكواب أرز مخلوط، 3 أكواب أرز طويل الحبة و3 أكواب أرز قصير الحبة. أخلطهم مع بعض وأغسلهم جيدا بالماء، ومن ثم أنقعهم ماء دافئ لمدة ثلث ساعة. وأنتقل إلى الفول. في طنجرة على النار راح أضع فيها كمية من زيت الزيتون، وأضيف حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة قطع صغيرة. راح أقلب البصل مع الزيت حتى يصبح شفاف، ومن ثم راح أضيف لهم نص كيلو فول أخضر. الفول نغسله جيدا ونشيل الأطراف عنه ونقطعه قطع متوسطة الحجم. راح أرش عليه فلفل أسود وكركم وملح. راح أقلبهم مع بعض وأترك الخليط من 5 إلى 7 دقائق. أظل أقلب فيه باستمرار، وراح أغطي الطنجرة حتى يذبل شوي الفول. وبعدين راح أضيف له ماء سلق الدجاج اللي تغمره، وأغطي الطنجرة حتى ينضج. وهون بدي أحكي لكم إنه ممكن نضيفوا كمون للفول حسب رغبتكم، أنا ما أضفت. بالنسبة للبطاطا إضافتها اختياري. عندي 3 حبات بطاطا متوسطة الحجم مقطعة دوائر. بعد ما نغسلهم جيدا ونصفيهم راح أقليهم بزيت غزير، وبنفس الزيت اللي قلينا فيه البطاطا راح أحمر الدجاج. الدجاج بعد 25 دقيقة من لما غلى ماء السلق عليه نضج معانا. راح أحمره على الوجهين، وممكن ما تحمروه يرجع لكم، لكن راح يعطينا نتيجة كثير طيبة ولونه كثير رائع. وبوقت لما نحمر الدجاج راح أصفى الأرز وأضيف فوقه ملعقة صغيرة من البهارات التالية: كركم، كزبرة جافة، بهارات مشكلة، رشة فلفل وملح حسب الرغبة. راح أخلطهم مع بعض وأضعهم جانبا. هلا كل إشي جاهز معنا. راح نبدأ بتطبيق المقلوبة. راح نرتب قطع الدجاج بجانب الفول، ومن ثم نضيف البطاطا نوزعها بالتساوي، الجزر بالتساوي، والأرز. وبعد ما نصفي ماء السلق راح أضيفه فوق الأرز. لازم يكون ارتفاع الماء بمقدار عقدة أصبع فوق سطح الأرز. وراح أطبخ المقلوبة على نار متوسطة حتى يصبح ارتفاع الماء بارتفاع سطح الأرز. وبعدها نهدي بالنار شمعة حتى ينضج الأرز ويمتص كل السوائل. وهون المقلوبة نضجت معانا ما شاء الله. الأرز نثري وريحتها عبت كل البيت غير النكهة الخرافية. راح أترك المقلوبة في الطنجرة لمدة ثلث ساعة وبعدين أقلبها ونقدمها. وهون وصفتنا خلصت لليوم. بتمنى تجربوها وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها، وشكرا لكم.